الراجل اللي معانا ده قرر انه يدخل مزاد على دوج هيل كات اس ار تي موديل 2016 ويرجعها وحش سليم تاني على الاسفلت. راح يستلمها من مزاد كوبارت في مدينه سان دييجو الامريكيه وقطع مسافه طويله تدخل في ال10 ساعات، لكن الهيل كات تستاهل كل ده بصراحه، ووصل فعلا مساحه تخزين العربيات، وفي منهم عاملين حوادث بسيطه زي الموستنج والنيسان 350 زد اللي قدامنا، بس هو كان مركز على الهيل كات لانه نفسه يشتريها من زمان، والعربيه ماشيه 19000 كيلو بس، وده رقم قليل جدا على موتور 2016. لكن قبل ما نبدا في تصليح العربيه دي تعالوا نشوف العربيه دي مميزه ليه. اول حاجه نتكلم عنها وهي قلب العربيه، فيها محرك V8 سوبر تشارجر 8 سلندر، وده بسعه 6.2 لتر يعني حوالي 6200 سي سي، والموتور ده بيطلع 707 حصان وعزم دوران بيوصل ل 650 نيوتن متر. ونيجي بقى للتسارع، العربيه بتطلع من 0 ل 100 في حوالي 3 ثواني ونص، اما السرعه القصوى 320 كيلومتر على الساعه. والعربيه دي دفع خلفي، وده بيدي احساس الجنون اللي كلنا عارفينه في العربيات السبورت. ومن ناحيه الشكل والتجهيزات، العربيه نازله بجنط مقاس 20 واطارات عاليه الاداء مع فرامل بريمبو ضخمه تديك قوه فرمله محترمه مهما كانت السرعه. وزن العربيه حوالي 2 طن، ومع كده بتجري زي الصاروخ. باختصار الهيل كات مش مجرد عربيه، دي وحش عضلات امريكي كلاسيكي، صوتها لوحده كفيل يخلي اي حد يلتفت ليها من مسافه. ولو انت بتحب تعديل وتصليح العربيات السبورت ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. هو كان مستني اللودر لحد ما ينزل العربيه، ومن النظره المبدئيه باين ان العربيه محتاجه اكسدام وفانوسين امامي، والجانب الشمال والاكسدام الخلفي مخبوطين. حملها على التريلا وبدا يتحرك بيها على البيت عشان ينزل الوحش ده ويشوف حالته. من بره شكلها مش وحش قوي، بس الحقيقه هتبان بعد ما يوصل ويشوف العربيه بالتفصيل. بعد حوالي 10 ساعات سفر وصل بيها وبدا ينزلها من على التريلا. العربيه كانت متسابه مفتوحه، فالصالون الداخلي اتبهدل وتوسخ جامد. اول حاجه ركز عليها انه ينظفها كويس، وبعد كده يشيل الارباجات المفتوحه. طلع ان العربيه فيها 2 ايرباج بس هم اللي فتحوا، والعداد سليم، وكمان الايرباج بتاع الطاره شغال. هو خلص تنظيف اغلب العربيه، المهم انه شال الازاز المتكسر كله. والضرر الداخلي هنا الايرباج بتاع السقف مفتوح، وكمان ايرباج الكرسي، وهيغير احزمه الامان، وكمان كان بيفكر يغير لونهم. فتح الشنطه ولقى فيها شويه قطع، جزء من الكرسي وقطعه باب مفكوكه من غير اي كسر، وكمان شويه بلاستيكات وقعده فانوس. وبالنسبه للضرر الخلفي، الديفيوزر متضرر ومحتاج اكزوست جديد عشان القديم متني، وكمان اكسدام خلفي جديد. والمشكله الكبيره في السقف ده متدمر ولازم يتغير، وده كان اوحش من اللي ظهر في الصور. وابواب جهه اليمين متضررين، واحد ممكن يتصلح لكن الافضل يتبدل عشان ما يبقاش فيه معجون كتير. ومن قدام الاطار الاساسي سليم والشاسيه مش متني، في خبطه صغيره بس في الرفرف الشمال ممكن تتفرد وتدهن. والحمد لله ان الموتور شكله كويس وما فيهوش اي اضرار، شكله بس كان راكب عليه كولد اير انتيك وتشال. ونروح بقى لنظام التعليق، كاليبر سليم والمقص مكسور، وكمان وصلت الميزان متنيه، والكوبلين الداخلي محتاج يتبدل، والناحيه الشمال بتاعه السواق طالعه سليمه. الجنوط حالتها كويسه، هو بس ممكن يحتاج يغير جنط واحد بس، والفرامل شكلها تمام. والقطع الاضافيه زي الاكسدام الامامي موجوده جوه العربيه، وكمان معاه بلاستيكات سليمه، والشبك السفلي كامل، والوسط كمان موجود، وده وفر عليه كتير. هو شايف انه محتاج كابوت جديد، وممكن يجيب كربون فايبر لو لقاه بسعر كويس. الغريب في العربيه وهي الخبطه الموجوده ناحيه السقف، شكلها خبطت في سور او حاجه غريبه. الغريب انها قريبه جدا من الازاز ومكسرتوش، فكده العربيه هتحتاج سقف جديد، وكمان بابين ورفرف واكسدام امامي، وكم جزء من نظام التعليق. الميزه ان العداد عامل 12000 ميل بس. جه شغل العربيه بس البطاريه كانت ميته، والبطاريه مكانها في الشنطه، فوصلها بالجامب باك وشحنها. الكونتاكت اشتغل وكل الكهرباء جوه العربيه تمام. المشكله ان خط الزيت بايظ ومش هيقدر يشغل الموتور دلوقتي، وهو متحمس جدا للمشروع ده، وبدا انه يفك كل القطع البايظه من الهيل كات. واول حاجه قرر انه يشيل البابين ويفضي داخليه العربيه كلها. ابتدى بالبابين وفكهم بالكامل، وبعد كده راح للكراسي، فك الكرسي اليمين وطلعه، ودلوقتي هيشيل الكنبه الخلفيه، وكمان محتاج يشيل فرش السقف من فوق، والسبب انه لازم يوصل لمسامير حزام الامان اللي ورا. ابتدى يفك المقابض اللي فوق عشان يقدر ينزل السقف الداخلي من غير ما يكسره. هو فك الكونسول الوسطي وكمان كرسي السواق، فك الجوانب، وبعدها نزل الهيد لاينر. اضطر يتنيه شويه عشان يطلعه، لكنه خرجه بسهوله. طلع انه مكسور فعلا، فمحتاج يا اما يتبدل او يتصلح. والخطوه اللي بعد كده فك الايرباجات، فك اول ايرباج وبعده التاني. دلوقتي الدور على فتحه السقف، فكها بهدوء وطلعها، كانت متضرره جدا، فهو محتار يا اما يجيب واحده جديده او يلغيها ويلحم الفتحه ويغطيها بالكربون فايبر. بعد ما شالها بدا ينظف الصالون من كل الوساخه اللي فيه، واما نظفها شال فرش الارضيه، وكان لازم يقطع الجزء بتاع الازاز الجانبي عشان فيه لحمات نقط فوق السقف ولازم يوصل لها. فك الازاز الخلفي، وبعدين جه الدور على الازاز الامامي، بس قبل ما يشيله فك الكبوت عشان يعرف يشيل الازاز بسهوله. وبعد ما شاله راح يفك المساحات، وهو بيفك لقى السوبر تشارجر باين، شكله لسه سليم وما تاثرش بالحادثه. فضل يفك الكليبسات ويطلع الاجزاء اللي مش محتاجها عشان يخفف الوزن. وجه عند الازاز الامامي، شال المرايه والرين سنسور بحرص عشان ما يتكسرش. كده الازاز الامامي اتفك تماما، وبعد كده فك كل الابواب والكراسي والازاز. العربيه فضيت خالص وبقت جاهزه للشغل بتاع البادي الجديد.
دلوقتي جه وقت التعامل مع العربيه من قدام. اول حاجه عين صدر العربيه، وكان متشقق ومتضرر فلازم يشيله ويبدا في تصليحه. بدا يشيل الفانوس الامامي الاول عشان يسهل الشغل، وبعد شويه شال الرادياتير سبورت كله. المنطقه متضرره ضرر بسيط فمش محتاج يبدلها بالكامل، هيسمكرها كويس ويلحم الجزء المقطوع ويمعجنها عشان ما يبانش اماكن لحمات ودق الشاكوش. وبعد كده رش البرايمر، وبعد ما نشف جه وقت التحضير للخطوه الجايه وهي السسبنشن. جاب شويه قطع سسبنشن جديده والقطع وصلت متعبيه كويس جدا. فحص اول حاجه المقص وكان سليم جدا، وبص على المحور العجله وده الجزء اللي بيربط العجله بالمقص وبيخلي العجله تلف يمين وشمال مع حفظ ثباتها. كده كل حاجه منظمه وجاهزه للتركيب. جاب كمان مقص سفلي ورغم انه مش بايظ بس قرر يبدله تحسبا لاي مشكله، وكان عنده طنبوره فرامل ومواسير الزيت، وكمان جاب كوبلين داخلي عشان القطعه دي متنيه جامد. بعد كده شال كل خطوط الفرامل من الكاليبر، وكان في مفاجاه وان بليه العجل لسه سليمه وده وفر له حوالي $700 على القطعه الواحده بس. وبعد كده شال الكاليبر، فك محور العجله عشان يكملوا شغل على السسبنشن. لاحظ ان جلبه الميزان طالعه من مكانها، والجلبه دي بتيجي في الوصله اللي بتربط الكوبلين بالمقصات. بعد كده شال المقص الثاني، كل القطع المكسوره اتشالت ما عدا الكوبلين الداخلي. فك كاوتشه الكوبلين واستبدلها بواحده جديده. عشان يفك الكوبلين القديم اضطر يقطع جزء منه عشان يسهل عليه الفك. واما ركب تمام ركب باقي اجزاء السسبنشن. خلصوا تركيب كل اجزاء السسبنشن، واخر حاجه ركب ديسك الفرامل الجديد، واستلم اخيرا الرادياتير سبورت. ولكن قبل ما يركبه محتاج يفنش الرفرف، فصنفره صنفره ناعمه وغطى العربيه وبدا في رشه. وكمان رش الرادياتير سبورت، رشه الاول بطبقه برايمر وبعدها رشه بلون العربيه، في الاخر رش ورنيش ودي كانت اخر طبقه. وبيظبط الاسلاك كلها ويرجعها في مكانها الاصلي عشان يركب الرادياتير سبورت. وممكن حد يسال هو ازاي بيرجع كل الاسلاك في مكانها الصح من غير ما يتلخبط؟ حكايه بسيطه جدا، اغلب الوقت في كليبسات وفي فتحات متحدده لكل وصله فبيركبها بسهوله ومن غير ما يتلخبط. ده اكيد بعيدا عن خبرته في مجال العربيات، بس كل عربيه ليها نظامها. وكمان ركب كل الاكسسوارات عليه، وفك مكثف التكييف لانه بايظ ومتني وطلب واحد جديد. وكمان مش قادر يشغل العربيه دلوقتي بسبب مبرد الزيت، ولسه مستني انابيب التكييف والحامل المعدني الجداد. وبيستغل الوقت اللي مستني فيه القطع وقرر يشتغل على السقف. اول خطوه كان تغطيه العربيه كلها ببلاستيك وقماش عشان يحمي الدهان وداخليه العربيه، ودي اول مره يغير السقف فالتجربه هتكون مثيره. بس الموضوع بسيط، في لحام نقطي حوالين الحواف فهيفك اللحام ده ويطلع السقف بسهوله. واول خطوه هو انه يشيل الغيره اللي ماسك الازاز الامامي، وده باستخدام فرشه سلك بتركب على الصاروخ. وشال الغيره كله وكده باين اللحام النقطي الموجود حوالين السقف. وباستخدام الشنيور حفر كل نقطه لحام، وبعد ما خلص حفر كل نقط اللحام دلوقتي جه وقت انه يقطع السقف بنفسه. ولازم يكون مركز في الخطوه دي جامد عشان دي من اهم المراحل اللي هتبقى في الفيديو ده. وبعد ما خلص استخدم شاكوش وحته حديد رفيعه، وده عشان يفصل الطبقه الخارجيه ويعرف يشيلها. بعد كده شال القطعه الخارجيه وفحص تحتها وبدا يشيل اي لحام متبقي، وعمل كده في كل قطع السقف. وبعد كل ده اخيرا قدر يشيل السقف كله، بقى عنده هلكات كابورليه. كان طلب سقف جديد ولقى واحد بس لسه مش هيستلمه غير بعد 3 شهور، فهو بيدور على واحد مستعمل لحد ما يوصل له الجديد. هو دلوقتي عايز انه يشغل العربيه فجاب خطوط زيت جديده من دوجي، وده ضروري عشان يركب مبرد الزيت. وخلي بالك قبل ما تركب فلتر الزيت دايما اتاكد انك ماليه زيت عشان ما يحصلش اي مشكله بعد التركيب. ركب فلتر الزيت بالكامل ورجع مسمار التصريف مكانه، وبعدين ابتدى يحط الزيت. وبعد ما خلص تغيير الزيت بدا في تشغيل العربيه. مفيش اي صوت غريب وكل حاجه ماشيه صح، حتى لمبه التشيك انجن قايده عشان مشكله بسيطه. وبعد ما شغل العربيه قرر انه يحركها شويه، فجاب جنط وكاوتش جداد وراح يركبهم. فبدا انه يفك الديسك اللي كان مركبه لانه كان مركبه بشكل مؤقت، وده عشان يتاكد الكاليبر شغال تمام ولا لا. شال الديسك وركب الكاوتش الجديد. الحلو ان العربيه بقت على الارض فلو احتاج يحركها الموضوع هيكون سهل جدا. وكمان طلب انتاج جديد هيوصل الاسبوع الجاي، ورجع يشوف الاكسدام الخلفي ويشيله عشان يتاكد ان مفيش حاجه متضرره تحته. فشاله وبعد الفحص اكتشف ان في شغل بسيط تحته ويقدر يصلحه بانه يسمكرها بشكل احترافي وترجع زي الاول. وكان وصل له السقف المستعمل ولونه اسود، وفي البدايه كان مقرر انه يغير لونه ويخليه احمر زي باقي العربيه، لكنه حب يخلي سقف العربيه اسود. والميزه الحلوه في السقف ده انه جاي معاه فرش السقف وكل الاكسسوارات الاضافيه وكمان الاير باجز، وده ممكن يبيع منه بعض القطع ويرجع جزء من الفلوس اللي صرفها. ووصل له برده قايم جانبي وكمان ابواب جديده لونها احمر من جوه، فمش محتاج يدهن العربيه من جوه ودي ميزه كبيره. والباب الخلفي كان جاي بفرشه كامل وده ممكن يبيعه بعد كده. الميزه في القطع المستعمله انها في الاغلب بتيجي كامله ومعاها التبطينات بتاعتها، فده بيخلي ان في اجزاء تقدر تبيعها وتسترجع جزء من فلوسك. بعد كده رجع يجهز العربيه بالكامل بالبلاستيك والقماش، وده عشان يحمي كل حاجه قبل ما يبدا. وقبل ما يركب القايم خلص دريلنج الباقي القايم القديم، وبعدها بدا يحضر القايم الجديد وشال منه الازاز والاير باج. واما اتشال منها كل القطع القديمه بدا انه يكشف كل نقط اللحام،
فزي ما عمل في السقف الاصلي، وانه شال الغيره كله وبعدين بالشنيور حفر كل نقط اللحام، وبالشاكوش وقطعه حديد رفيعه بدا انه يفصل الجزء الخارجي، وبعد ما فصله بدا انه يظبط المقاسات على العربيه والقايم، فشال الزيادات منهم وركب القايم بسهوله. وعشان السقف يركب في مكانه بسهوله لازم يفك فرش السقف، فشال الفرش وكل حاجه منه، وشال كل الغيره من الفواصل وعمل دريلنج لكل نقط اللحام. بعد كده قطع الطبقه الخارجيه للسقف الجديد. بعد ما فصل السقف بدأ يعمل التقطيعات النهائية، واستخدم كماشة تثبيت عشان يثبتها ويقدر يشتغل عليها بأمان، وركب السقف والأبواب والقايم عشان يتأكد إن هم راكبين صح والفواصل بينهم مظبوطة. وأما اتأكد من ده شال كل حاجة تاني عشان يصنفر مكان اللحامات، وبيظبط القطع اللي هتركب ورا الشاسيه الخارجي، وده بيساعد في إن اللحام يطلع مظبوط ومفيش فيه أي فاصل. فظبط 3 قطع مكان كل جزء هيلحمه، وبدأ انه يلحمهم، واما خلصهم كده محتاج يصنفر كل اللحامات ويجهز المنطقه كلها للحام، وبيرش برايمر على الشاسيه الداخلي عشان يحميه من الصدى ويضمن ان اللحام هيكون قوي ومظبوط. بعد ما البرايمر نشف رجع يركب القايم في مكانه، وعشان يتاكد انها في مكانها الاصلي بدأ في تركيب الابواب والسقف، والفواصل كانت مظبوطه جدا كانها قطعه واحده. دلوقتي هيشيل الابواب والسقف ويقدر يلحم القايم، وكان بيلحم بتركيز جامد لان ما ينفعش يبقى فيه اي نسبه خطأ في اللحامات دي. وبعد ما خلص اللحام كل حاجه طلعت نظيفه وجاهزه. ودلوقتي بقى نروح للسقف. السقف الاصلي بيجي ملحوم من المصنع، لكن يستحسن انك لما تبدل السقف تستخدم سيليكون مخصوص للعزل والتثبيت بدل اللحام المباشر، وده عشان ما يحصلش تشويه للسقف. فحط السيليكون على السقف وركبه على مكانه بعنايه. النتيجه طلعت ممتازه وكل حاجه متثبته ومتساويه. لسه مش هيلحم السقف النهائي لحد ما السيليكون ينشف تماما، وبعد كده هيكمل اللحام النهائي. تاني يوم بعد ما السيليكون نشف بدا على طول في لحام السقف، ودي تعتبر اصعب مرحله هو هيعملها. وبعد ما خلص اللحام بدا انه يصنفر كل اللحامات بالصاروخ عشان يجهزها للرش. وبعد ما صنفر كل اللحامات حط العربيه على ترابيزه الشاسيه، وبدا يشتغل على الخبطه اللي في الشاسيه الخلفي. شال القطع البلاستيك والاسلاك اللي ورا وقدر انه يستعدلها بالزرجينه، وبعد كده كمل شغل سمكره عليها، وبعدين راح للخبطه اللي في العتب الجانبي وبرده باستخدام الزرجينه استعدلها وهو كمل شغل عليها. وبعد ما خلصوا كل الشغل الكبير على الشاسيه الهيلكات بدأ على طول انه يغطي العربيه بالبلاستيك عشان يحافظ على داخليه العربيه وما يدخلش اي تراب. وبعد ما غطى العربيه بدأ انه يمسحها من اي تراب قبل الصنفره، وبعد كده بدأ يصنفر كل المناطق اللي هيحط عليها معجون. وبعد ما خلص صنفره نظف كل التراب الطالع، وبدأ على طول انه يحط معجون على كل اماكن اللحام. وبما نشف بدأ انه يصنفرها عشان يبقى السطح ناعم ومستوي، وبيحط طبقه معجون تانية ويصنفرها عشان يبقى جاهز للبرايمر. وبعد ما خلص كل حاجه مسح السطح كويس وبدأ يجهز البرايمر عشان يرش. وبعد ما رش القايم بالبرايمر كده يكون اغلب الشغل على الشاسيه خلص، فاضل له شغل العتب والشاسيه الخلفي، فبدأ فيه على طول ومعجنه وصنفره وكده يكون جاهز للبرايمر. وكان فيه شويه خدوش على السقف بسبب التوصيل فظبطها برده، وكده كل شغل التعديل على الشاسيه خلص، فغطى العربيه بالبلاستيك وجهز البرايمر عشان يرش السقف وباقي الاجزاء. وخد وقت كبير جدا في رش العربيه، بس كانت اهم حاجه انه يطلع العربيه من غير ولا غلطه. واخيرا كان خلص رش ومستني البرايمر ينشف، وهو مستني كان اخيرا الكولد اير انتيك وصل، فبدا في تركيبه على طول وركب علبه فلتر للهواء وكمان الفلتر. وبعد كده كان وصل له الكبوت، طلعه وصنفره وحضره للدهان. رش طبقه اوليه بلون ابيض عشان اللون الاحمر يغطي كويس على الاسود، وبعدها رش اللون الاحمر بنفس درجه لون العربيه. وعلى ما الكبوت ينشف كان جاله ديسكات الفرامل فبدا انه يركبها، وهو اشتراهم بعرض كويس جدا، جاب الاثنين ب $850 بدل 1000 ونص. فالديسك التاني ممكن يبيعه لو هو مش محتاجه او يركبه على الناحيه التانيه. بعد كده يركب الديسك والعجله وركب كمان الكبوت على العربيه وطلع شكله حلو جدا. وبعدها رجع على الشنطه بدا انه يفك الفرش الداخلي والاسلاك والفوانيس الخلفيه، وكمان فك السبويلر وكاميرا الرجوع. بعدها شال الراب الاسود اللي كان موجود على الشنطه بالهيتر جن، بدا يشوف لو في خبطات في الشنطه ولقى 3 خبطات صغيرين فبدا فيهم على طول. غطى العربيه وصنفر الخبطات وبعد كده معجنها وصنفر المعجون، واخيرا رش البرايمر. بعد كده طلع العربيه من الورشه، بدأ بصنفرة الدوكو عشان يجهزها للدهان. ركز على الكبوت وصنفره كويس، وبعد ما خلصه رجع يشتغل على الربع الخلفي وصنفره برضه. وبعدين صنفر السقف كله، والسقف بعد ما خلص شكله بقى زي الفابريكا بالظبط. وبعد كده صنفر باقي اجزاء العربيه ودخل على الاكسدامين وصنفرهم وجهزهم، وكده العربيه كلها جاهزه للرش. دخل العربيه فرن الرش وبدا انه يجهز لرش العربيه، فغطى كل الاجزاء الداخليه وبدا في تنظيف سطح العربيه من اي تراب عليه، ودي مرحله مهمه جدا عشان البويه ما تكونش محببه بسبب التراب. بدا بالسقف ورش اسود عشان يكمل فخامه الهيلكات،
وبعد كده غطاه عشان ما يجيش عليه اي تراب ولا لون، ورش برايمر على شاسيه العربيه بالكامل وكمان الابواب، وبدا دلوقتي في رش العربيه باللون الاحمر. اللون ده مشهور جدا في الهلكات وبيديها لمسه قويه. واما خلص رش العربيه بدا في رش الورنيش، وده جزء مهم، ده لان الورنيش مش بس بيخلي الدهان يلمع، ده كمان بيحميه من الخدوش والغبار والشمس، وكمان بيسهل تنظيف العربيه وبيحافظ على اللون الاحمر المميز بتاع الهلكات. ودلوقتي دخل على العتب والاكسدامات وهيعمل فيهم نفس المراحل، هينضفهم من التراب ويرش البرايمر وبعد كده يرش البويه، واخيرا هيرش الورنيش اللي بيدي اللمعه اللي بتشد الانظار. دلوقتي هيركب كل حاجه تاني. ابتدى بالاكسدام القديم وشال كل الحساسات وكل القطع التانيه منه، وبعدها شال الاكسدام نفسه وركب عليه كل حاجه. وبعد ما جهز الاكسدام ركب الحوامل الجديده بالبرشام وركب باقي الاجزاء الخلفيه، وبعد كده بدا يركبه جوه العربيه. بدا بالايرباجز واتثبتت كويس، وبعدين ركب فرش السقف. معظم الحاجات جوه العربيه اتثبتت ولسه مستني شويه قطع تانيه، لكن دلوقتي محتاج يبدل مبرد زيت الفتيس لانه كان متكسر، فكان طالب واحد جديد. ركبه الكولر الجديد بس لسه مستني سائل التبريد يوصل، وعلى ما يوصل بدا يفك القطع من الاكسدام الامامي القديم وركبها على الاكسدام الجديد. بعدها ركب الفوانيس الاماميه وكمان ركب الكرتيره، واخيرا ركب الاكسدام الجديد في مكانه. بعدها فك الكبوت القديم وشال كل القطع منه ونقل كل القطع والاستيكرات على الكبوت الجديد. بعد ما ركب كل حاجه على الكبوت جت مرحله تركيب الازاز الامامي. اول خطوه كانت تنظيف السطح كله، بعدها يحط سيليكون على اطار الازاز، واخر حاجه انه يحط الازاز مظبوط. بعد كده ملا سائل التبريد وكل حاجه يعتبر بقت جاهزه، وكده ما فاضلش غير انه يعمل اللمسات الاخيره اللي هتبين جمال الوحش الامريكي. غسل العربيه وجهزها عشان يدهنها بالنانو سيراميك، والنانو سيراميك ده بيحمي العربيه من الخدوش السطحيه وكمان مقاوم للميه والصدى، وبيدي لمعان طويل بيدوم لفتره كبيره. وبعد ما دهن العربيه بيه استخدم قماش مايكرو فايبر ومسح كل السطح، ولما صب الميه على الكبوت الميه كانت بتنزل على طول، لكن كانت بتقف على الاكسدام، وده بيبين فايده النانو سيراميك. وبعد ما دهن العربيه كلها خرجها بره الورشه وطلعت شكلها ممتاز. بعد كده عمل تيست درايف. كان بيقول ان العربيه دي من اسرع العربيات اللي ركبها، وكان اشترى العربيه من المزاد ب 25000 دولار، وباقي الاجزاء اللي جابها العربيه كان ب 4000 دولار، فالمجموع كله كان حوالي 29000 دولار. وده مش وحش مقارنه بالسعر العادي للهلكات المستعمله، واللي سعرها بيكون حوالي 40 او 45000 دولار. واخيرا بعد كل الشغل والتعب الهلكات رجعت وحش تاني على الطريق. وكده خلصنا رحله التصليح الجميله دوج هيلكات اس ار تي 2016، وشفنا من اول ما كانت جايه بحاله وحشه لحد ما رجعت جديده بلونها الجميل. اكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتك في المشروع ده، وقول لنا تحب تشوف عربيات ايه تاني.